السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايه وجايبه لكم سمكه غريبه. انا اول مره اشوفها، يعني اول مره اكلتها. ما كنتش شاريها، فجوزي لما شافها قال نشتريها ونجربها احنا نعملها في البيت. احنا كنا واكلينها مقليه بره، بس هي كانت ليها طريقه في التسويه. بصوا، هي ملهاش قشور، هي جلد، عامله زي جلد التعبان بالظبط. جلدها سميك جدا جدا. السمكه دي يعني في بلاد بتقول عليها اسمها الحلوفه. انا صراحه مش عارفه هي اسمها ايه الحقيقي. يعني انا كنت سالت صديقه ليا عن اسمها، وقالت لي الحلوفه، يعني بتتقال في اسكندريه الحلوفه. مش عارفه بقى في بلدكم اسمها ايه، لو حد يعرف اسمها ايه يقول لي غير اسم الحلوفه. بصوا انا بوريكم، هي في احجام كبيره واحجام صغيره. طبعا انا حاولت ان انا اعمل من الحجم الصغير دوت فيليه، بس كانت يعني تجربه فاشله جدا. هي نفعت في الحجم الكبير. فتعالوا بينا بقى سوري. نشوف مع بعض السمكة دي هنتصرف معاها ازاي، وازاي هنسلخها، لان هي ما ينفعش اي طريقة ليها غير السلخ. اهو بصوا، انا جبت السكينة زي ما انتم شايفين كده، وهحاول اسلخها. سلخها ازاي؟ انا بعمل، بصوا حجمها، دي الحجم الكبير. هتطلع معايا كويسة في الفيليه، يعني هعملها فيليه سمك، هتطلع كويسة. انما في الحجم الصغير طبعا اتبهدلت مني، او ممكن يكون حد محترف بقى اكتر مني فيها. بس غالبا السمكة دي متعبة ان انت تجيبها في البيت. يعني ده من وجهة نظري. انا قلت اديكم التجربة بتاعتي واعرفها لكم. هي ما ينفعش تعمل غير انها تكون مخلية. مخلية كده. بصوا بقى، بشق من عند الديل من تحت، وبحرف السكينة لازم تكون حامية. يعني انا السكينة بتاعتي ما كانتش حامية قوي، فيعني ايه، بصوا ماشية ايه، توتة توتة. فهنشوف بقى السمكة هنخليها ازاي. اهو زي ما احنا شايفين، هفضل بقى اشيل السكينة يمين وشمال، واحاول بقدر. بصوا كانت هتفلت مني فعلا، سمكة ناشفة جدا. يعني دماغها ناشفة وجلدها ناشف، كل حاجة فيها ايه، ناشفة. فيعني انا عن نفسي مش هجيبها تاني. هو اللي جابها لي وقال لي جربها في البيت. ففي الاخر هتشوفوا ايه اللي حصل بيني وبينه، وهو عمل ايه في السمكة. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا اهو، انا بحاول ان انا افتحها واعمل لها فيليه. وزي ما قلت لكم ان لما تيجوا تعملوها الفيليه، اختاروا السمكه الكبيره عشان تكون مريحه معاكم شويه عن الصغيره. لان انا فعلا السمكه دي مرمطتني، فيعني نصيحه، كلوها بره في مطاعم بره. بس انا برضو قلت اقول لكم على الطريقه وازاي بتتسوى، والطريقتين بتاع ان انا اخليها ازاي، او اني اعملها فيليه. وضحك السنين بقى، خليكم معايا لغايه اخر الفيديو علشان خاطر تعرفوا ايه اللي جرى من وقام. حب ان هو يعني يستقوى على السمكه، ويقول لي ان انت، لا انت مش عارفه تعمليها. هو بقى ايه، شحورها. خليكم معايا للاخر ونشوف السمكه دي عملت معايا ايه انا وايه. زي ما انتم شايفين اهو، انا بحاول ان انا اخليها. بصوا جامده، سمكه رزله. تمام. فين زي بقى ما قلت لكم، بصوا ناشفه جدا جدا في ان هي تتخلي. يعني واحده صاحبتي انا كنت سالتها، طبعا بعد ما سجلت الفيديو او منتجت، بس كنت قبل ما اعمل الصوت، فكنت عايزه اعرف اسمها. فما قالت لي على اسمها انها الحلوفه، فعلا اسما وحرفا الحلوفه. تمام. فهي بص، السمكيه ناشفه ناشفه جدا. وبتيجي في مناطق معينة كده بتبقى محجرة، مش راضي القشر يطلع من الجلد. بس انا برضو هعافر معاها، انتوا عارفين يعني محدش ياند معايا. فهفضل معاها لغاية ما اخليها خالص، وهوريها لكم. هوريكم الكبيرة اللحمة منها طالعة عاملة ازاي، والصغيرة عاملة ازاي. تمام. بس نصيحة زي ما قلت لكم قبل كده، لا كلوها في مطعم احسن. هي طعمها جميل، لحمتها حلوة مش وحشة. تمام. فهنشوف وايه. بصوا جامدة جدا جدا. يلا ما علينا، هنخلصها. وهنشوف بقى الخطوات اللي احنا ايه هنعملها عشان نطلع احلى طبق سمك فيليه معانا، ومقلي برضو. يعني احنا هنعمل الطريقتين مع بعض، بس لازم اوريكم زوجي حب يعملها ازاي. وفي الاخر الحوار كله باء بالفشل. يعني عملنا لها كل البدع. بصوا انا اهو طلعتها، مش شايفين؟ طلع الحمد لله، مش لازقة في الجلد خالص اهي. بس هي محتاجة صبر وطولة بال، يعني علشان خاطر تقدري تطلعيها سليمة. بصوا متخيلين مدى سمك الجلد وانا بعمله بالسكينة؟ شايفين؟ اهي طلعت معايا سهلة وجميلة، خطوات حلوة قوي قوي. لو انتي حابة الموضوع، السمكة هتعجبك. لو الموضوع رزل وهي جامدة وصعبة عليكي، لا بلاش. تمام. بس انا حبيت اعرفكم نوع السمكه دي ايه، واسمها ايه، والطرق اللي هي تتعمل بيها. هي الطريقه، يا اما تعمليها فليه، لو كبيره. صغيره ما تجيش جنبها فليه ابدا. الصغيره دي هتقسميها نصين،
وتفتحيها وتتبليها كويس قوي قوي وتحمريها، ده انسب حاجه ليها. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، انا بمسك السمكه من عند سلسله الظهر كده، وادخل من جوه واشد بقى الجلد. انا عايزه اطلع الجلد برضو سليم، مش متقطع من الشوكه اللي في ظهر السمكه. بصوا بمشي خطوه خطوه اهو بالراحه عشان ما تتفرفتش معايا، لان هي مش مستحمله. هي يعني جسمها ماسك نفسه، بس يعني الجلد بيتقطع. فاهمين قصدي ايه؟ اهو بص اهو، هشقها بقى من فوق واخرج الجلد كويس منها، السمك من الجسم السمكه نفسه. على فكره انا ما رميتش الهيكل بقى اللي باقي من السمكه، اخدته غسلته كويس وعملته مع شوربه السي فود، كان مديها طعم جميل جدا جدا. يعني هي فعلا بتدي طعم في الشوربه، ولحمها مش وحش، لحمها حلو، بس هي عايزه مجهود في العميل. تمام. بصوا السمكه استحاله ان انا افكر ان انا اطلعها، سبتها ولما استوت كانت سهله ان هي تطلع. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا ايه هعملها؟ بصوا بقى السمكه دي الصغيره دي بقى في حرفيا يعني اتبهدلت وانا بهدلتها لا دي بقيه اللي انا عملتها الاولانيه. سوري اهو، بطلع بقى الناحيه التانية. انا قلت اوريكم باقي السمكه. سبحان الله، الناحيه التانية بصوا طلعت سهله جدا، ما كانتش صعبه زي اول مره. يمكن عشان الجلد اتبحبح شويه من ورا واتشق، فاداني مساحه ان انا اطلع الجلد براحتي. اهوت بصوا، هو السكينه اكنها ماشيه في جلد. عارفين الجلد بتاع الغنم؟ هو زيها بالظبط، كأنك بتخلي اضحيه اهو. وهشقها جامده. بصوا انا متخيلين مدى العنف اللي في السكينه؟ يمكن ده كده انا ماسكه نفسي كويس عشان ايديا ما تتعورش، وفعلا اتعورت. انا عايزه اهو اخرجها. بصوا مفيش يعني ما شاء الله. انصحكم النصيحه الثالثه والرابعه والاخيره، لا اشتروها جاهزه. اهو الفيليه اهو هطلعه من تحت، هشقها. لازم تاخديها من ورا، ما ينفعش تاخديها من البطن علشان ما تتفرفتش منك. تمام. هشدها بصوا جامده. صلوا على النبي كده ووحدوا الله واذكروا الله كتير، عشان ربنا يشيل الغمه والكرب اللي عند البني ادمين اللي احنا داخلين عليها دي يا رب. اهو تمام. بصوا اهي بخليها. انا معلش مطوله معاكم عشان اوريكم ازاي هتطلع معانا من الناحيه، يعني الجزء التاني من السمكه. اهو بتمسكيها اكن في كف ايديكي وتضغطي وتشدي عشان تطلع معاكي، انما الصغيره لا. يعني مش ما انصحكيش ابدا 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 ابدا. ايه كبيره وعملت فيا كده ما الصغيره تعمل فيكوا ايه؟ خليكوا في الكبيره احسن. وعايزه برضو الناس اللي هم انا سمعت يعني ان السمكه دي مش موجوده في اسكندريه، يعني هي مش مكانها اسكندريه، مكانها البحر الاحمر. فانا عايزه كل واحد بقى يعرف اسمها، لو هي مش اسمها الحلوفه زي ما انا ما عرفت كده المعلومه دي. هو الراجل قال لي اسمها بس صراحه انا نسيت، فعايزه اسمع اساميها عندكم ايه. انا وريتها لكم في اول الفيديو شكلها عامل ازاي ووصفتها لكم. بصوا ادي السمك الفيليه اهو طلعناه. السمكيه طلعها الشريحتين دول بس، ما شاء الله يعني، وكانوا حلوين عشان كبيره. بصوا بقى الصغيره اوعوا. بصوا مرمطتني بمعنى كلمه مرمطتني. بس شايفين حاجه يعني ما شاء الله عظمه. يعني ده لو عندي قطه مش هتاكل الفتافيت دي، لانها كان حجمها صغير وما استحملتش ان انا اخليها. شايفين؟ بصوا. فانا هنضفها، هفتحها بقى من قدام وانضفها. واللي باقي منها ده عادي ممكن هقليه، وهاخد الفيليه دوت برضو هقليه، لان انا مفيش حاجه هرميها. بصوا زي ما انتم شايفين بقى، انا مسكت اللي هو السمك الصغير قسمته نصين وتبلته. يعني انا هوريكم التتبيله دلوقتي مع بعض. وادي الفيليه بتاعي اهو. بصوا دي السمكه الكبيره، السمكه الصغيره بقى كانت اشلاء، يعني حاجه صعبه. اهي ده الكبيره الجزء الاول، وادي الجزء التاني بتاعها. تمام. وتعالوا بقى مع بعض ان شاء الله نعمل التتبيله اللي هتحللنا السمك بتاعنا الجميل القمر دوت، اللي مش هنجيبه تاني باذن الله. اهو ونضفتها. بصوا قطعت السمكيه لجزئين، الجزء اللي فيه الراس والجزء اللي فيه وسط السمكه والديل، وفتحتها من النص. طب ليه فتحتيها من النص يا هنود؟ هقول لكم ليه. علشان خاطر الجلد السميك بتاعها دوت مش هيخليها، مش هيوصل الزيت او التحمير لجلد السمكه من جوه. تمام. فانا قلت اي اشقها. طبعا زوجي ما عجبوش الكلام ده كله، هتشوفوا في الاخر عمل ايه.
تعالوا بقى نعمل التتبيله مع بعض. انا حطيت معلقتين هريسه، واخدت معلقه يعني معلقه هريسه حمراء ومعلقه هريسه خضراء ومعلقه كبيره توم، وهحط بقى كمون وليمون وملح زي ما احنا شايفين كده اهو، وشطه هتبلها حاجه كده ايه عظمه العظمه. وهحط متهيألي حطيت خل، لا ليمون، ادي الليمون اهو. وهقلب بقى الخلطه بتاعتي دي كويس جدا عشان يبقى كله حاجه واحده. وهبتدي بقى سمكيه سمكيه افضل اغرز فيها التتبيله علشان اضمن ان هي وصلت لها الملوحه اللي يعني هتخلي طعم السمكه، او التتبيله هتخلي طعم السمكه تحفه. طبعا وانا بعمل كده طبعا انتوا عارفين مين اللي دخل عندنا، زوجي. فانا هسيبكم ومش هتكلم، وهسيبكم وهو بيتخانق هو وهي، هو والسمكه، والخناقه في الاخر برضو السمكه هي اللي انتصرت. تمام. انا بص التتبيله اهي، انا مسكت البانيه بتاعي الفيليه بتاع السمك وتبلته كويس قوي 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 في طبق لوحده، وهركنه على جنب اهو زي ما انتم شايفين اهو. وهجيب بقى التتبيله بتاعتي العظمه دي، وسمكيه سمكيه همسكها وهدخل بقى التتبيله زي ما قلت لكم، علشان خاطر ان ايه يتاثر بطعم التتبيله بتاعتي. بصوا انا قسمها اهو زي ما قلت لكم نصين. بصوا من جوه بيضه وزي الفل ازاي. هي جميله بس مرهقه، كعمايل مرهقه اهي. وهجيب الحروف اللي انا عملتها هدخل فيها التتبيله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهو بصوا اهي منضفينها زي الفل وجميله ما فيهاش اي حاجه. وهتبلها كل بقى السمكات كله، كل الصوص اللي معايا دي هتبلها وهوريها لكم ازاي هي جميله. تمام اهو خلص كده اهو، انا تبلته كله لغايه الاخر زي ما انتم شايفين اهو. بصوا يعني واخد حقه تالت ومتلت. نسكت بقى؟ ما نسكتش، نشوف بقى ايه. عم الشيف دخل قال لي لا احنا لازم نخليه، ما ينفعش ان احنا نحمره كده بجلده لان الجلد تقيل ومش هيوصل الزيت لجوه. قلت له يا ابني ما انا اصلا عاملاه، يعني انا فاتحه الجلد علشان يدخل له التحمير لجوه. فاكر الموضوع سهل. عايزه اقول لكم ان هو قعد اكتر من ساعه عشان يخلي السمك، لان هي فعلا صعبه جدا. فانا سيبته هو ياخد التجربه براحته زي ما هو عايز. وادي النتيجه. بصوا هي عماله تزحلق منه لان هي فعلا جامده. بصوا مدى نشفيه السمكه. هو هيفضل بقى يقاوح معاها لغايه ما يخلص يشف كل الجلد بتاع السمك ويبتدي ايه يحمره. بصوا صعبه جدا جدا. عملناها قبلك يا عم الحاج والله ما عرفناش. سمكه رزله اهو. بصوا هو بقى يعني متضايق من ان هي جامده قوي كده، وكمان عشان هي صغيره فمش عارفين نتحكم في ان نمسكها اهو. هنشوف بقى هو يحاول يخرجها، هو عنده طول بال بيقاوح معاها اهو زي ما احنا شايفين. انا عايزه اقول لكم ان يعني هو صعبه بس طعمها كان جميل. بألف هنا وشفا على اللي اكلها. ولو جبتوها يعني ظبطوا ايديكم بقى انك انتوا ايه ما تبقاش فيه تعوير لان هي شوكها حامي جدا. بصوا متخيلين هو اتعور بقى في الحته دي. شكيته السمكيه بس هو ما ايه ما اتكلمش في الاخر بقى شفنا التعويره الشكه بتاعت السمكه اهي. هو خلى اتجاه واحد عاوز بقى يخرج الاتجاه التاني. كان صعب برضو عشان مفيش بقى ايه جلد ناشف يمسكها قصاده من الناحيه التانية. اه اهو بنشد مع نفسك انت يا عم الحاج. انا خدت التجربه دي قبليك وخلصت منها في سمكيه، بس انا كانت تعتبر متحكمه فيها اكتر لان كانت سمكيه كامله قادره امسكها. هو بقى بيقاوح في نص سمكه، فخلينا معاه لغايه الاخر. ادي السمكيه اهي. ما تنسوش بقى في التعليقات تكتبوا لي اسم السمكه دي عندكم ايه. تمام، لان انا فعلا عايزه اعرف هي فعلا اسمها الحلوفه ولا ليها اسم تاني. يعني هو لايق عليها الحلوفه. عفوا اهو ما بيحاول. بصوا صعبه يا عم الحاج بلاش، ما انا قلت لك ما تدخلش في المشوار دوت، المشوار ده صعب. بص هو عايش بقى ليله العيد الكبير وهو بيسلخ الاضحيه وماسكها حته حته ومش عايز يطلع فيها لحمه. يقول لي انا بقى هشفيها
واطلعها من غير اي حته لحمه. بص، حتى والله ما انا سايبك بس. هنعمل كفتة سمك. السمكة اهي زي ما احنا شايفينها، جميلة ما شاء الله، تحفة. السمكة دي انا كنت جايباها من السويس. كنا في زيارة للسويس، واحنا متعودين في حد يعني بناخد منه السمك، بس اللي كان بيبيع لنا مش موجود، فاخدنا من اللي قصاده. فهو من الواضح ان هو ايه، مش عايزنا ناخد منه تاني. هنا بقى هو قال لي جهزي لي الدقيق، فانا حطيت له على الدقيق ملح وكمون وشطه وفلفل. وهو ابتدى بقى يتبل، وعمل الحركه اللي هي بتاعه الميه دي، بتدي للسمك يعني كريسبي كده، بتبقى جميله قوي. بص هو تبله كله الاول بالدقيق اهو زي ما انتم شايفين، وبيفتحها من جوه علشان خاطر التتبيله دي ما تقعش، بيثبتها. وادي اشلاء السمكه الصغيره اللي انا كنت خلياها. هو قال لي لا ما ترميهاش، انا هتصرف فيها وهعملها زي بانيه صغير، فيليه صغير سوري. تمام. اهو بصوا بقى بحركه الميه بيمسك السمكه بعد ما تبلها في الدقيق، يحطها نطره كده في الميه ويروح حطها في الزيت على طول. بص بقى طلعت لونها عامل ازاي، تسلم ايدك والله، شكلها تحفه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وينول رضاكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم. ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة معايا ومعاكم. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب. احنا في ايام مفترجة، في تعاد علينا وعليكم بألف خير. وما تنسوش اللايك. وشكرا ليكم، ومع السلامة. سيبكم مع السمكة، اوعوا تنسوا في الكومنتات بتاعتكم تكتبوا لي اسمها ايه. مع السلامة.